تخيل معايا هذا السيناريو. كتعرف على واحد الشخص في البداية كان كيهتم بيك، كيسمعك، كيقول لك ما عمرني كنتخيل راسي بلي غادي نلقى شي واحد بحالك. كيصيفط لك ميساجات في الصباح، كيسول على النهار ديالك كيفاش داز، وكيقول لك راه انت الوحيد اللي كتفهمني. وكتحس بلي اخيرا لقيتي شي واحد كيفهمك. ولكن من بعد شويه بشويه كيبدا يتغير، كيبدا ينتقد اللباس ديالك، كيبدا يقول لك صحاباتك راه ما كيعجبونيش، كيبدا يلعب عليك دور الضحيه الا بديتي كطالب بالحقوق ديالك. وفي الاخير كتولي كتلقى راسك معزول، وكتشك في راسك في الذاكره ديالك وحتى في القيمه ديالك، وكتسقسي راسك تقول واش انا اللي فيا المشكل. صديقي، الجواب لا، المشكل ماشي فيك، ولكن راك كنتي في علاقه مع نرجسي. واليوم غادي نفهموا مع بعض شكون هو هذا الشخص، كيفاش نتعرفوا عليه من البدايه، وكيفاش نخرجوا من الدائره ديالو. انا ليلى، مرحبا بك في القناه اللي كنتكلموا فيها على كل ما يخص النفس البشريه بالدارجه، بلا تعقيد وبلا كلام خاوي. اليوم غادي نتكلموا على واحد من اخطر الشخصيات اللي ممكن تلقاها في حياتك، الشخصيه النرجسيه. وخاصني نقول لك شي حاجه مهمه من البدايه، النرجسي ماشي ديما غادي يكون الشريك ديالك ولا الزوج ديالك، يقدر يكون صاحبك، خوك، باك، المدير ديالك في الخدمه. النرجسيه موجوده في كل العلاقات. خليك معايا حتى الاخر، لانه في النهايه غادي تعرف كيفاش تحمي راسك من هاد النوع ديال الناس. بزاف ديال الناس كيسمعوا الكلمه ديال النرجسي وكيفكروا كيقولوا في الشخص اللي كيبغي راسو بزاف، ولا كيحماق على راسو، كيشوف راسو بزاف في المرايه. ولكن الحقيقه صديقي اعمق من هكا بكثير. في علم النفس النرجسيه ماشي غير حب الذات الزايد، هي اضطراب كامل في الشخصيه. ولكن خاصني نفرق ليك بين جوج ديال النوع الاول هو النرجسي الواضح. هذا النوع سهل تعرف عليه، كيتكلم على راسو ديما، كيحب يكون مركز الاهتمام، كيحس باللي هو احسن من كل شيء. انا نعطيك واحد المثال صغير، المدير ديالك ديال الخدمه ولا المانجر ديالك اللي دائما تيقول لك راه انا اللي درت كل شيء في هذه الشركه، وكيصغر الخدمه ديال الناس الاخرين. النوع الثاني واللي هو الصعيب بزاف اللي كيتسمى النرجسي الخفي. هذا النوع اخطر بكثير لانه صعيب تعرفه، برا كيبان متواضع حساس وكيبان حتى بحال شي ضحيه، ولكن في العمق ديالو راه كيدير التلاعب وكيدير الاذى للناس الاخرين. مثلا صاحبك اللي ديما عنده المشاكل، ديما محتاج المساعده ديالك، ولكن وقت ما انت محتاجه ما تيكونش. النرجسي هو واحد الشخصيه اللي فارغ داخليا، ما عندوش احساس حقيقي بالقيمه ديالو، فكيبني القيمه ديالو من خلال التحكم بالاخرين. كيحتاج ديما الاهتمام والاعجاب. دابا غادي نعطيك 6 ديال العلامات واضحه، وغادي نعطيك واحد المثال حقيقي باش تفهم كل وحده. العلامه الاولى اللي كتسمى لاف مامبينغ. في البدايه كيعطيك اهتمام مبالغ فيه، رسائل كثيره، الهدايا والكلام زوين، كتبقى تسمع غير راه انت يونيك، ما كنتش كنتخيل باللي غادي نلقاك، انت الوحيد اللي كتفهمني، حسيت باللي كنعرفك من زمان. غناخذ مثال باش نحطكم في الواقع. كريم تعرف على ساره، في اول اسبوع كيصيفط لها الورد، كيعيط ليها في التليفون، كيخرج معاها كل نهار. ساره قالت لصاحبتها واخيرا لقيت الحب الحقيقي ديالي. ولكن هذا الاهتمام المبالغ فيه راه كان فخ غير باش يضمنها، وفي الوقت اللي كيضمنها راه كيتبدل كليا. الحب الحقيقي كيجي شويه بشويه، ما كيعطيكش كل شيء دقه واحده، وخصك تعرف باللي هذا الشيء راه كيوجد باش ياخذ كل شيء من بعد. العلامه الثانيه هو الانتقاد المستمر. من بعد ما كيضمنك كيبدا ينتقد اللبس ديالك، الاصدقاء، العائله، طريقه الكلام، طريقه التفكير. كيبدا يقول لك هذا الشيء بطريقه ظريفه، كيقول لك راه هذا الشيء كنقولوا لك حيتاش انا كنبغيك، راه انت عندك الزهر حيتاش كاين شخص قوي اللي كيقول لك الحقيقه. الاخرين راه ما كيقدروش يقولوا لك هذا الشيء. من بعد 6 شهور ديال التعارف ديال كريم وساره، كتلقى راسها كتسول شنو نلبس، واش هذه كتجي معايا، واش هذه ما كتجيش معايا. من قبل ما كانت كتلبس زوين وكانت واثقه في نفسها، ولات كتخاف تعبر على الراي ديالها، بدات كتحس باللي كلشي ناقص فيها. هذا الانتقاد المستمر ماشي صدفه، هو كيدير هذا الشيء اكسبري باش يدمر الثقه في راسك، باش تبقى ديما محتاجو والكلام ديالو. العلامه الثالثه، وهذا الشيء من اخطر الاشياء اللي كيدير النرجسي،
كيخليك تشك في الذاكره ديالك وحتى في الاحاسيس ديالك. مثلا يقدر يقول لك شي حاجه باش يجرح المشاعر ديالك، ومن بعد كتقول ليه علاش قلتي لي هكا، كيقول لك ما قلتش، غتخيلتي، انت حساس بزاف. شويه بشويه كتبدا تيقو وكتشك في راسك، كتبدا تقول ربما انا اللي غلط، ربما انا حساس بزاف. وهذا الشيء بالضبط راه هو اللي كيبغي. العلامه الرابعه كيلعب دور الضحيه. وقت ما طلبتيه بالحق ديالك او نبهتيه على السلوك ديالو، فجاه هو اللي كيولي متضرر، وفي الاخير كتلقى راسك كتعتذر ليه. العلامه الخامسه هو العزل. كيبدا يبعدك شويه بشويه على كل الناس، على المحيط ديالك، العائله ديالك، حتى كتبقى بوحدك وهو كل ما عندك، وهنا كيتحكم فيك بالكامل. العلامه السادسه هو الدوره ديال التكرار. تما حاولتي تبعد، فجاه كيرجع الشخص الزوين ديال الاول، عاوتاني كتبدا تشوف الهدايا، الاعتذارات، الدموع، الورود، الوعود، وكل مره كترجع ليه، والدوره كتزيد طوال وتزيد تأذيك. دابا السؤال المهم، علاش النرجسي داير بحال هكا؟ في علم النفس النرجسيين عندهم جروح عميقه من الطفوله. كاينين جوج سيناريوهات. السيناريو الاول كبروا في بيئه فيها نقد مستمر وما تقبلوش كيف ما هما، فكيبنيو واحد القناع قوي باش كيحميو راسهم من الالم. السيناريو الثاني كبروا في واحد البيئه اللي فيها دلال مبالغ فيه، اي حاجه كيطلبوها كتوجد، ما عمرهم سمعوا كلمه لا في حياتهم، فما تعلموش يتعاملوا مع الرفض والاحباط. خاصني ضروري نقول لك واحد الحاجه مهمه، ماشي الا فهمتي بان الشخصيه اللي انت معاها راها نرجسيه يعني غادي تقبل الاذى ديالو، حيت بزاف ديال الناس كيبقاو في علاقه سامه بحال هذه لانهم كيقولوا راه هو مسكين بسبب الطفوله ديالو، وراه هو في العمق ديالو كيعاني، وانا غادي نعاونو ونساعدو باش يتغير. الجرح ديالو مسؤوليته هو، ماشي مسؤوليتك انت. وخاصك تعرف واحد الحقيقه اللي صعيبه تقبلها، النرجسي نادرا ما كيتغير، لانه هو في الاساس ما كيشوفش المشكل في راسو، المشكل ديما فيك، في الاخرين، في العالم، ماشي فيه هو. دابا وصلنا لواحد الجزء مهم اللي هو كيفاش غادي تحمي راسك وتخرج من الدائره ديالو. الخطوه الاولى اللي غادي ننصحك بها هو تعترف بالحقيقه بينك وبين راسك، وتقول بانه هذا الشخص اللي قدامي ولا اللي انا معاه نرجسي. حيت النرجسي كيخليك تبغيه وتخاف منه في نفس الوقت، كيخليك تحس باللي انت ما تقدرش تعيش بلا بيه، وكيخليك تحس باللي انت اللي غلط ديما. اول خطوه قولها بينك وبين راسك، انا ماشي هبيل وانا ماشي حساس، واللي كنحسو تجاه هاد لا بيرسون هادي راه حقيقي. الخطوه الثانيه، ما تحاولش تبدلو. هاد الغلطه كيديروها الناس بزاف، كيبقاو في العلاقه لانهم كيقولوا راه غادي نغيروا بالحب ديالي، ماشي المهمه ديالك انت انه تغيروا. النرجسي ما كيتغيرش الا اذا هو قرر يطلب المساعده، وهذا الشيء نادر جدا. كل ما حاولتي تغيره كل ما استغلك اكثر. الخطوه الثالثه وهي اللي احسن حل، اذا قدرتي دير القطيعه الكامله، ما ديرش معاه ميساجات، لا مكالمات، لا متابعه في السوشيال ميديا، لا نبقاو اصدقاء من بعد. النرجسي كيرجع دائما بالاعتذار، بالهدايا، بالبكاء، بالتهديد. خاصك تكون قوي وما ترجعش ليه. ولكن الا كانت القطيعه ما يمكنش، الا كانت لا بيرسون مثلا الاب ديالك ولا الام ديالك ولا المدير ديالك في الخدمه، هنا خصك تكون ذكي وتبقى معاه في علاقه بارده، ما تعطيش ردود افعال، ما تشاركوش المشاعر ديالك. النرجسي كيحتاج ردود، وفي هذه الحاله الا ما لقاش النرجسي الردود كيولي كيبعد راسو بشويه بشويه من تلقاء نفسه. الخطوه الرابعه، رجع للناس ديالك. النرجسي يعزلك على الناس، دابا خاصك ترجع، اتصل بصحابك القدام، دوز عند عائلتك، شارك في اي نشاط اجتماعي اللي غادي يخليك. الخطوه الخامسه، خدم على راسك، لانه العلاقه مع النرجسي كتخلي فيك واحد الجروح حقيقيه، كتشك في راسك، كتخاف من العلاقات، كتولي قلق بزاف، وكتقدر تدخل في اكتئاب. خاصك تعرف باللي هاد الجروح ما تخلقاتش فيك منذ البدايه، وهو اللي زرعها فيك، وبالتالي راه تقدر تهضر مع متخصص نفسي باش ترجع راسك. وإلا عندك شخص بحال هكا في حياتك، اول شيء خاصك تعرفه المشكل ماشي فيك انت. وإلا كنتي داخل في علاقه دابا وشك باللي الشخصيه ديال هذاك لا بيرسون اللي معاك نرجسيه، عرف باللي الخروج ممكن، وانه تستاهل علاقات فيها امان واحترام حقيقي.
اذا وصلك هذا الفيديو شاركه مع الشخص اللي كتشوفه باللي محتاج يسمع هذه الهضره، ودير لايك واشتراك في القناه باش ما تفوتكش اي فيديو جديده. نشوفك في الفيديو الجاي، بسلامه.